على بالنا وهما على بالهم وانتم على بالكم والاربيط على باله ومام بنبوط على باله وخالي على باله عمي على باله. شاولا سركم في بير ما كاش لي يهدر. كونكم هانيين محرز والله العظيم ما كنت غادي نسمح لك. مباراة النمسا والجزائر، الماتش مخدوم فيه ريحة البصلة والثوم. هذا الماتش هذا كارثي بالمعنى الحقيقي. الميوعة ديال اللعب باينة، اللعابة ما كاينينش في الملعب. ملي سجل محرز ما احتفلوش مع اللعابة، لأن علاش؟ هذاك الهدف اللي سجل غادي يأهلهم يلعبوا مع البعبع اللي قالوا هما الإسباني. هما ما بغاو يتلاقاو مع سويسرا. وغتلاحظوا معايا بأن الجمهور الجزائري ملي سجلوا النمسا فرحوا. علاش؟ لأنهم خص يتلاقاو مع هذاك الهدف غادي يأهلهم يتلاقاو مع سويسرا. والميوعة اللي كاينه، الماتش مخدوم بالحساب، الشريط ديال الدوم. حتى البعض من الجزائريين ما راضينش على هذه النتيجه المبهدله بحال ما هكا. باين الماتش مخدوم، متفقين على التعادل. سمع معايا ردود الافعال. هذه الفضيحه، شاول هذا التاهل، شاول هذه المباراه. انا ما فهمتش، ما عرفت نفرح، ما عرفت نزعف، ما عرفت نكريتيكي، ما عرفت ننتقد. هي كاع على بالنا بلي مخدومه، وكاع اللي يعرف بولا شاب بلي بارتي مخدومه. ابار النسوان، ابار الاطفال، ابار اللي ما تفرجش بارتي غادي يقول طروات تاهلنا. واو، هي باينه بلي مخدومه. اللي يشوف يعرف. من دقيقه 60 ماندي ب 70 ماندي بروسونتاج 700. اول مره نلعبوا 7000 باس لعبناها اليوم. صاي 2-2 رانا في جوج متاهلين. حنا نلعبوا لا سويس وما يلعبوا اسبانيا. صاي في 94 محرز يقيس لهم بيت، خرجهم كاع من كوب دي موند، درنا لهم تاع خيخون. خرج عليهم كوب دي موند. صاي وحنا نلعبوا كونتر اسبانيا اللي كنا نحوسوا الايفيتو هاكي كنا ندوروا. رحنا حنا لعبنا لها بالبيت تاع محرز. بارتي كملت 94 95 عطيناهم بيت. مانيش عارف شكون خلاهم يماركوا بيت. ما تقوليش ماشي بيت مخدوم، ما تقوليش ماشي مخدومه بارتي اللي يعرف. رائحة مباراة النمسا والكراغيلة تزكم الأنوف. يا عالم سجل وشوف. مسرحية مكتملة الأركان، عاقوا بها الشيوخ والصبيان. اتفاق الخونة الجردان. نتمنوا من الفيفا دير تحقيق شمولي بالبيان على المتآمر والخوان. شوفوا معايا المشاجرين الناس بين الكراغلة والنمسا. قالوا لهم ياك اتفقنا على التعادل، علاش الكرغولي تخون؟ علاش بهذه الطريقة هذه؟ وبقاو دابا كيتضاربوا بيناتهم ملاسنات. ولكن الشغل ديال المدربين الودي ما كاين مشكل، حنا راه غادي نخليو لكم التعادل. شوف بهداله على بهدال ومهزاله تبع مهزاله. علاش هادشي كامل؟ الميوعه واش نتوما قوه ضاربه ومنتخب؟ وثانيا شكون اللي سجل لكم؟ راه السبع ولد المغرب، ولد المغربيه اللي سجل لكم. كل ما هو عتقكم والله ما تبقاو تما في المونديال ولا بقيتو بالله العلي العظيم. ولكن ماشي مشكل، ملي سجل السبع ما كاين حتى شي مشكل، ندوزوها لكم. قال بصريح العبارة: يمكن أن تنتهي مباراة الجزائر والنمسا بالتعادل، وستنتهي بالتعادل. هل هذا تلميح؟ أنا راني نقول ستنتهي بالتعادل. أنا قراءتي العامة ماهوش غير الجانب التكتيكي، من كل الجوانب. مباراة النمسا والجزائر ستنتهي. فرحة جزائرية بتسجيل منتخب النمسا للهدف الثالث في المباراة اللي جمعتهم البارح في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. المباراة اللي انتهت ب3-3 في أكبر فضيحة عاشها المونديال الحالي، ومطالب دولية بتحقيق من الفيفا. دعينا الله ودي هذا اللي قرر 48 منتخب يتأهلوا. والله العظيم إلا مهزلة مع هذا القرار هذا خاطئ بزاف. فعلا كاين بعض المنتخبات اللي خداو حقهم حتى هما كذلك في التأهل إلى الدور الثاني، ولكن فاش كتدخلوا بالحسابات ديال التعادل هذه كتقسي واحد الفريق اللي ربما خفق في الماتش الاول او الماتش الثاني، وربما يقدر الى تاهل للدور الثاني غادي يقول الكلمه ديالو. ولكن بحال ما هكا التعادل وهذا الاتفاق بحال ما هكا يعني الميوعه التامه ديال كره القدم. ما بقيناش كنستمتعوا بهذيك الجرينتا ديال مباراه الجزائر والنمسا. بصراحه يا اخوان الكرام اجمل مباراه في كاس العالم من حيث الإنسانية والتسامح والمحبة والود.
يا سلام، شفت النمساويين والتبونيين والجزائريين كانوا هكذا بينهم مودة ورحمة يا أخي، كأنه واحد ومرته، سبحان الله العظيم. ودية، هذه مباراة ودية أكثر منها مباراة في كأس العالم، يعني كل منهما يسمح للآخر بالتسجيل. يا أخي تسامح، قمة التسامح. مرر لي ومرر لك، سجل لي وسجل لك، المهم نخرج متعادلين. وأنا بالنسبة لي لم أرى أسخف من هذه المسرحية. عمدة ولاية المكسيك قرر يوم الاثنين عطلة بالنسبة للمكسيكيين تشجيعا للمنتخب الوطني المغربي. وكذلك رد الاعتبار السبع ديالنا حكيمي بعد ما بغى يطرح عليه السؤال الصحفي المكسيكي باللغة الإسبانية منعوه، وحكيمي دافع عليه قال لهم خليوه يطرح السؤال بالإسبانية وانا غادي نترجم. وهذا المشهد هذا أثر في قلوب المكسيكيين كاملين، وغادي ان شاء الله يكون شيء ايجابي بالنسبه لنا ويشجعونا المكسيكيين. وكذلك احنا عندنا علاقه جيده مع المكسيكيين وتبارك الله الناس ديال الكره المكسيك ماشي. Gentlemen, Hola, ¿qué tal? Rodrigo Ornelas de Azteca Deportes de México. Hakimi, mañana pasamos tu partido en México. ¿Cuál es? excuse me. You can only answer questions in the language that we said, so no Spanish questions. It's okay, it's okay. I understand. No, but we can't do this because of the translations. So we'll stick to the. I can answer in English if you want. Yeah, but we need the questions also. It's okay, If we start with this, I understand. I can say. Te decía, perdonen, Hakimi, transmitimos en México tu partido mañana. Tienes muchos aficionados en México. ¿Cuál es el mensaje para ellos en México y en todo el mundo? ¿Y prefieres un partido ante Brasil con Neymar o con Neymar? Gracias. How I answer? In English or in in Spanish? English. It's really proud to have some fans from your country. I love your country. I be there already. اللي انتوا في الذكاء اذكياء قوي. عشان من شويه منتخب الجزائر كان بيلعب النمسا، المباراه زي ما انت شايف من نتيجتها كده كانت مولعه، خلصت بالتعادل 3-3، ولكن في الحقيقه هي ما كانتش المفروض تخلص تعادل، كان المفروض الجزائر تكسب 3-2. عشان اللي كان بيتفرج فشاف رياض محرز وهو بيرزع النمسا هدف في الدقيقه 93 خرج النمسا من بطوله كاس العالم اساسا ويأهل الجزائر كتاني مجموعه. كان تحصل اغرب لقطه شفتها في حياتي، الجزائر جايبه هدف تأهلها كتاني مجموعه، المدرجات كلها ساكتة وزعلانة عشان تأهل الجزائر كمركز تاني، معناه ان هي هتقابل اسبانيا في الدور اللي جاي. لدرجة ان رياض محرز قاعد يبص حواليه، يا جماعة انا مش المفروض جبت جون المكسب؟ محدش مبسوط ليه؟ كيف شفتوا معايا خوتي العزاز بان تم التلاعب في هذه المباراة ديال النمسا مع الهكاويين بطريقة يعني امام مرأى ومسمع الجمهور، كذلك كل شيء عارف بان كاين تلاعب. الفيفا كتغاضى على الرقابة، وهذا كيسيء الكرة العالمية وخصوصا المونديال، لأن حنا كنستمتعوا بكرة القدم وماشي كنمشيو نتفرجوا. ولكن بحال هاد الأفعال ما خصهاش تبقى تكون، خص الرقابة. لا إله إلا الله، لا حياة لمن تنادي. تبارك الله عليكم.